شخصيات حموية كردية. آلاف في السطور. الشيخ عمر الباكير البرازي، مفتي منطقة كوباني. هو عمر ابن النائب خالد الباكير البرازي، النائب في مجلس المبعوثان العثماني، وهو من مواليد عام 1900 في حماة. شقيقه الدكتور محسن البرازي، رئيس وزراء سوريا الأسبق. تابع دراسة العلوم الشرعية واللغة العربية، حيث كان مرجعا في قواعد اللغة العربية وعلم المواريث وبحور الشعر. تم تعيينه مفتيا في كوباني عين العرب عام 1941، وبقي في منصبه حتى عام 1951. كان يتقن اللغات الكردية والتركية والفرنسية إلى جانب اللغة العربية. خلال وجوده في كوباني فقد اتخذ مواقف متشددة ضد المستعمر الفرنسي، مؤيدا بذلك بوزان بيك شاهين، زعيم عشيرة البرازي الكبيرة في كوباني وسروج، والذي تربطه قرابة مصاهرة مع المفتي عمر البرازي، حيث أن بوزان بيك شاهين هو زوج ابنة عم المفتي عمر الباكير البرازي. كانت خطب عمر الباكير البرازي النارية في صلوات الجمع والأعياد تؤجل صدور أبناء المنطقة، لتخرج المظاهرات ولتحدث صدامات مع جنود المحتل الفرنسي. وبسبب ذلك قامت سلطات الاحتلال الفرنسي باعتقاله وسجنه في قلعة حلب مدة 50 يوما، ما لبثت سلطات الاحتلال أن أطلقت سراحهم بسبب احتجاجات رجال الدين المسيحيين والمسلمين على اعتقاله. توفي عام 1969، حيث شيع إلى مثواه في حماة بموكب شعبي مهيب. المحامي معتز البرازي.